السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله هنعمل كيكاية كده تحفة تحفة تحفة. هنعمل الجاتو شاتو بحاجات بسيطة جدا، وكمان هنضيف له حاجات هتخلي طعمه في حتة تاني خالص. بصوا بقى الجمال بتاعه عامل ازاي بالصوص بتاعه من فوق. بسم الله. انا يا دوب بس حطيتها يا دوب بس في التلاجة كده تشد، علشان برضو الصوص ما يبقاش جامد. بصوا بقى الجمال من جوه عامل ازاي، ارتفاع الكيكه تحفه تحفه، والصوص بتاعها يجنن وسايح ونايح كده، حاجه كده ما شاء الله عليها. اعمليها بس بنفس الطريقه اللي انا هعملها بيها علشان تطلع معاكي هشه وطريه وجميله جدا من جوه. وكمان الصوص بتاعها ده هنحط فيه حاجات، خليكي بس معايا لاخر الفيديو عشان تعرفي انا حطيت فيه ايه علشان يدي طعم، وكمان قوام الصوص مش سايب. يلا بينا على طول نبدا الوصفه ونسمي بسم الله ونقول تعمل ازاي الكيكه او الجاتو شاتو. يلا بينا على طول نبدا بسم الله. عندنا اول حاجه هنعمل المواد الجافه. عندنا هنا عباره عن 2 من الكوبايه بتاعت الدقيق، لازم ننخلهم. هنحط عليهم 1 بيكنج باودر، كيس بيكنج باودر. الكاكاو مش هحطه مع الدقيق لان انا هحطه في الخلاط. لازم تنخلي الخطوه دي، مهمه جدا للكيك عشان ترفع معاكي وتدخلي لها هواء. يبقى 2 كوبايه من الدقيق، الدقيق الكوبايه اللي انت تستعمليها استعمليها في المقادير كلها، تمام؟ يعني انا هنا الكوبايه دي انا اللي استعملتها، دي كوبايه من السكر. هحط كمان كوبايه من الزيت زيها في الخلاط. عندنا بقى المواد الجافه اللي هي المواد السائله اللي احنا هنحطها في الخلاط. عندي كوبايه من السكر، هحط عليها كوبايه الا ربع من الزيت، عندنا الزيت هنحط كوبايه الا ربع من الزيت بنفس الكوبايه، عايرت كل حاجه بنفس الكوبايه. عندي كوبايه من اللبن، هاخد كوبايه من اللبن، هنحطها كل ده في الخلاط، السكر والزيت واللبن. وكمان دي نص كوبايه من الكاكاو الخام، لازم كاكاو خام يكون نوعه حلو عشان يطلع لك الكيكه حلوه وطعمها حلو. نص كوبايه برده من اللي احنا بنعاير بيها. عندي فانيليا هناخد نص معلقه صغيره مش كبيره، وهنحط 3 بيضات بس مش دلوقتي، لازم هاخد منهم كوبايه من الصوص ده، وبعد كده هنضيف البيض عليهم. هنحطهم بقى في الخلاط ونضربهم. كده بصوا الصوص بتاعنا، بصوا السمك بتاعه ده، هناخد منه كوبايه وهنحطها على جنب، والباقي هنحط عليه البيض. هناخد بقى كوبايه في نفس الكوبايه اللي احنا عيرنا بيها كل حاجه. بصوا السمك بتاعها حلو جدا، كوبايه منها، تمام. هنحطها على جنب. عندي هنا عندنا الصينيه اللي هي الوسطانيه اللي هي القالب. هنحط بصوا العجينه، خليط الكيك تحفه، تمام. هنحطها بقى على درجه حراره 180 زي ما قلت لك، والفرن مسخناها قبليها، تمام، لحد ما تستوي بقى. وبعد كده نعمل الصوص بتاعنا، هنحط فيه شويه اختراعات تحفه.
وزعها كده على الجناب. تمام. وبعد كده نحطها في الفرن تستوي بقى ونشوف هنعمل فيها ايه الجمال ده كله. هنعمل بقى الصوص بتاعنا. عندنا الكوبايه اللي احنا سيبناها هننزلها في الخلاط عشان هنضيف لها حاجات تديها طعم وتديها قوام كمان. نزلي كل الكميه. هنحط عليهم معلقتين من لبن بودر، معلقتين كبار لبن بودر، وكمان اللي هيدينا طعم حلو جدا عندنا علبتين من الدانت. هننزل العلبتين ادي علبه، وادي التانية. عندك ممكن تسيحي شوكولاتة حليب وتحطيها، او زي ما احنا حطينا كده. تمام. هنحط عليهم شوية من اللبن عشان بس الصوص يعمل معانا يفك معانا، مش عايزاه تقيل. وهنضربهم في الخلاط بتاعنا. هنا عندنا الصوص بتاعنا لقيته خفيف شويه وكمان لونه فاتح، فحطيت له شويه زيت عشان يتقل، وكمان هحط له معلقه من الكاكاو علشان اللون بتاعنا يظبط. هنضرب كويس. هنا الكيكه بتاعتنا بصوا طلعت من الفرن لسه طالعه حالا، بصوا اسفنجيه على الاخر. تمام. عندي هنا كوبايه صغيره من اللبن، حطيت عليها معلقتين من السكر، وهنزل على الكيكه. شربي الكيكه بتاعتك كده عشان ايه تبقى طريه وجميله. تمام. السكر اهو. سيبيها بقى تهدى شويه، وبعد كده هنحط لها الصوص اللي احنا حطينا بقى الحاجات الحلوه فيه، وسيبيها تهدى خالص. ما تقطعهاش دلوقتي غير لما تهدى خالص وتمسك نفسها والصوص يبقى ماسك معاها. عندنا بقى الصوص بتاعنا، بصوا القوام بتاعه. هتلاقي بقى ايه الكيكه بتاعتك كده. لو لقيتي الصوص بتاعك خفيف زودي زيت، لقيتيه تقيل زودي لبن. بس بصوا بقى القوام بتاعه، انا عايزه القوام ده يغرق الكيكايه كده ما تبانش. هنزل كل الكميه بتاعتنا وهنسيبها زي ما قلنا هتهدى خالص، تبرد خالص هي والصوص بتاعها، عشان تعرفوا تقطعيها كده عامله زي الجاتوه بالظبط. حاجه حلوه وسريعه وجميله جدا. وانا بنزل الصوص اختم معاكم واقول لكم يا رب يكون نال اعجابكم الفيديو بتاعي النهارده، وسط ليهم فيديوهات احلى واحلى ان شاء الله. هقطعها وهوريكي برده الصوره بتاعتها في اخر الفيديو. يا رب يكون نال اعجابكم الفيديو بتاع النهارده، واترككم في رعايه الله. بس ما تنسوش لايك وشير للفيديو وننزل نفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من عندي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.